براند بيدح في الليمبو وبيلهلب في اليح هيكون معانا في تحقيق النهارده. البراند اللي معانا النهارده هو براند بيعمل قلق كتير قوي على السوشيال ميديا وعليه ضجه كبيره قوي، ناس بتأيد وناس بتعارض. عشان كده حبينا نشوف هل الصور اللي هو بيقدمها تبقى نفس المنتج اللي هو بيقدمه ولا لا، ونبدا ونشوف الصفحه بتاعته. وانا في منتجين هختارهم، منتج جديد ومنتج قديم، لان انا بشك ان البراندات اللي بتقعد تقدم منتج جديد كل شويه بتهتم بالبرزنتيشن بتاع الحاجه الجديده والكميات بتاعه الحاجه الجديده، والقديم بيتنسى وبيبدا ان الكواليتي بتاعته تبقى مش احسن حاجه والكميات بتاعته مش احسن حاجه. فانا عايز اتاكد هل الموضوع ده حقيقي ولا لا. اول حاجه هي المنتج القديم بتاعه، زي ما انتم شايفين المنتج بسيط مفيهوش تفاصيل كتير. التفصيله الوحيده اللي موجوده هي كميه المانجا وحجمها اللي المفروض بتتقدم مع الايتم ده. تاني حاجه هو ايتم جديد، المفروض ان هو بيكون عباره عن كنافه محشيه من جوه طبقه من الكريمي تشيز وطبقه من فليفر انت بتختاره. انا عن نفسي اخترت الفليفر يكون كندر. فهل هيجي الحشو بالكميه دي ولا لا؟ وهل المانجا هتكون بالكميه اللي موجوده في الصوره الاولانيه ولا لا؟ بصراحه توقعاتي انا هتكون الصور ديت افوره والمنتج مش هيجي بالشكل ده، لكن تعالوا نشوف هل هيطلع حقيقه ولا افوره. لان احنا ما نبينش اسمه، مش عارف بصراحه انتوا هتعرفوه لوحدكم ولا لا. ايه ده؟ بدايه مش مبشره خالص خالص. اول حاجه احنا طلبناها كانت القشطوطه. انتوا طبعا فاكرين الصوره كانت عامله ازاي، ده اللي جالي. يعني انا هحاول اجمع كل قطع المانجا ايه علشان نتاكد كده. بصوا بصراحه هي كميه المانجا مش قليله، ولكن البرزنتيشن نفسه يعني سيء قوي قوي الى ابعد الحدود، مش زي الصوره خالص.